اتنين ستات أغراب دخلوا على مرات البيت وعملوا فيها اللي محدش يتوقع ولا يجي على بال حد. علشان كده الفيديو ده لازم يوصل لكل الناس والكل ياخد باله يا جماعة، وكل اللي بيشوفني ودخل البث المباشر دلوقتي يدوس على زرار المشاركة ويوصل الفيديو ده في كل مكان. باختصار، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحادث اللي أنا بكلمكم عنه ده حصل في الصعيد في محافظة سوهاج. اتنين ستات كانوا متخفيين واخدين النقاب وسيلة علشان يوصلوا للي هم عايزينه واللي عملوه. دخلوا على واحدة ست قعدوا معاها، قاعدة لوحدها جوزها مسافر، وللأسف عملوا فيها اللي محدش يتوقع ولا يجي على بال حد. علشان كده بنقول ما تدخلش اي حد غريب بيتك. عايز تساعد كده ساعد وبحذر وانت واخد بالك، ما تأمنش لحد لأي سبب من الأسباب. اللي بيسأل عن كاميرات المراقبة، كاميرات المراقبة للأسف جابتهم هم وفي الخارج، يعني هم ما دخلوش عليها منقبين، لا، أول ما دخلوا كشفوا ووشهم عادي وقعدوا معاها علشان ايه؟ تديهم الأمان. ولو هتسألني وتقول طب اتكلمت عن مواصفاتهم، هي الحالة اللي وصلت ليها واللي اتعمل فيها، معلش يعني كويس ان هي فاكرة اسمها اصلا. اما عن الكاميرات اللي في الخارج فجايباهم بس وهم منقبين بالنقاب. النقاب ملوش علاقة باللي احنا بنقوله، دي ناس استخدمته كوسيلة علشان تعمل الجريمة دي. واللي حصل في الصعيد في محافظة سوهاج فيه اتنين منتقبات، تمام، واخدين النقاب وسيلة لجريمتهم. دخلوا على الست جوزها مسافر مش قاعد معاها، قاعدة لوحدها. اختاروا البيت والمكان المظبوط، تمام، خبطوا عليها عايزين شوية مية على انهم يعني عايزين محتاجين مساعدة، لو سمحتي ما فيش شوية مية عايزين نشرب. قالت حاضر عيوني، وشوية المية جابوا مشروب، ايه يعني ما فيش عندك شاي، ما فيش اي حاجة نشربها؟ لا ده انتوا تنورونا. دخلوا البيت كشفوا، شالوا النقاب من على وشهم، قعدوا معاها، تمام. المهم اثناء القعدة وطول القعدة اللي هم قاعدينها عملوا حاجة لا يمكن حد يتوقعها. عايز اقول لك انه خدوا من البيت ده اكتر من 150,000 جنيه. خدوا اهم حاجات في البيت، الذهب. بص يعني طلعوا بمجموعة ذهب من سلسلة الخواتم الغوايش، المهم الذهب مقدر ب150,000 جنيه. طيب هتقول لي ازاي؟ طب ايه رأيك ان هي اللي راحت وجابت ليهم الذهب وقالت اتفضلوا؟ انت مش مصدقني صح؟ والله انه حصل، جابت ليهم الذهب كده واتفضلوا على طبق من ذهب بقى. طب ازاي؟ يا باشا قعدوا معاها، سحروها وهيئوها على انها تنفذ طلباتهم كلها. انت ممكن تضحك وتستخف بكلامي، بس ابحث عن الموضوع اللي هقول لك عليه ده. كان فيه شاب خاطب واحدة، ولما فركشت خطوبته معاها راح لساحر خلاه يجيبها له هي وامها لحد باب بيته من غير هدوم. وبسبب الموقف ده الساحر ده تاب، وده ساحر سوداني، تمام. والقصة دي حقيقية، سحروها وهيئوها على انها تجيب لهم الذهب اللي في البيت، وبالفعل راحت وجابت ليهم الذهب وقالت اتفضلوا، تمام. خدوا الذهب ومشوا. الكاميرات اللي بره صورتهم وهم مخفيين بالنقاب، محدش شافهم، تمام. جاري البحث عنهم. أما عن الست فبقت في حالة صعبة جدا طبعا بعد سحرها. خدت فترة من العلاج، بتتعالج، والحمد لله يعني على ما سألت إن هي كويسة دلوقتي وخفت عن الحالة اللي هي كانت فيه. دلوقتي فيه أهو نشأت بيقول لي فعلا والله حصل صحيح، يعني الموضوع ده اتكرر في أكتر من مكان أهو. وعلى فكرة لو هتدور وهتتابع الكومنتات والناس اللي هتدخل هتلاقي ناس كتير قالت ان الموضوع ده اتكرر معاها اكتر من مرة بطريقة مختلفة، يا اما مع شباب، يا اما مع ناس كبيرة في السن، يا اما مع ستات. بيدخلوا البيت يا باشا دلوقتي، دول الستات يدخلوا البيت على الواحدة
يقعدوا معاها يهيئوها ويسحروها ويخلوها تجيب الحاجات الثمينة اللي في البيت. بيعرفوا طبعا لما بيسألوها ده أنا جوزي مش موجود، ده أنا جوزي مسافر، أنا عايشة لوحدي، أنا معيشة معي بنتي، عشان يعملوا حسابهم هيقسموا الموضوع إزاي وهيشتغلوا على مين ومين يسيبوه. فهمتوا حضرات؟ فرجاء ثم رجاء تاخدوا بالكم على قد ما تقدروا وتنبهوا ستاتكم، والستات اللي بيشوفوني دلوقتي يحذروا. ما بقاش في الدنيا أمان إنك تدي الأمان لأي حد ولا لأي سبب من الأسباب. عايز تساعد ساعد وبحذر وانت واخد بالك، ومش أي حد يدخل بيتك، مش أي حد يعرف أسرارك بس. ومش هقول أكتر من كده. وأتمنى من الناس اللي بتشوفني دلوقتي تشارك البث المباشر ده في كل مكان. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.